السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك اخوكم مصطفى من جديد ان شاء الله، حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاوي بادجي. بس النهارده بقى انا هاخدكم معايا كده في رحلة جميلة، لان انا من هواة الصيد جدا 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 يا جماعة، وبعشق الصيد. فالنهارده قررت اخد حاجتي وعدتي وشنطتي، وادينا اهو لسه واصل ورامي السنارة بتاعتي اهو. اليومين دوت ما شاء الله يعني هبتدي موسم الصيد يا جماعة، الناس اللي هاوية الصيد. موسم الغله وموسم يعني هيبقى ما شاء الله ان شاء الله كويس. الغله ده يا جماعه اللي هو القمح اللي بنستخدمه للعصافير. بصوا ما شاء الله عدتي ايه وحاجتي، والمكان ده من اقوى الاماكن اللي بحب اطلع فيها عشان المكان ممتع جدا جدا وهادي زي ما انتم شايفين. بصوا الطيور حوالينا والدنيا جميله عامله ازاي حوالينا. بصوا المكان، الحجر ده سبحان الله محطوط من زمان قوي كده، وانا بطلع على الحجر ده وبقعد القعده اللي انتم شايفينها دي. طبعا من الرياضات والهوايات الجميله جدا هوايه صيد الاسماك. والله المستعان اهو احنا رامين السناره دي، شايفين الغماز هناك اهو. الغماز اهو نعمل لكم عليه زوم اهو. فالله المستعان لو ربنا رزق كده ولا اي حاجه ان شاء الله نحاول نصور لكم. ويا جماعه القصه برضك في الصيد عشان الناس اللي فاهمه طبعا وعارفه الامر ده كويس، هي مش قصه انت لازم تطلع سمك، هي هوايه بتطلع اي شحنه او طاقه سلبيه جواك يعني. فالله المستعان ادعوا لنا كده بالتوفيق. احنا حبينا بس ايه نشارككم اللحظات الجميله دي. بصوا المكان ده انا عايز اقول لكم بطلع فيه مثلا بقالي اكتر من 10 سنين. انا هاوي اصلا صيد يا جماعه من زمان قوي، بس جت فتره كده بطلت غصب عني، بقى الواحد حاول يرجع تاني يعني. بس العدة الحمد لله الواحد محتفظ بيها زي ما انتم شايفين اهو. المكان ده جميل، وجنبنا الناحيه التانيه مشتل اهو، الشمس بتغرب اهو خلاص. بصوا المكان جميل ازاي يا جماعه، ان شاء الله لا قوه الا بالله. فدعواتكم كده التوفيق، لو في ان شاء الله حاجه ربنا كرم ان شاء الله هنصورها لكم يعني ان شاء الله. ورجعنا لكم مره تانية يا جماعه. وبصوا ابتدى بقى الليل يخش علينا، لا قوه الا بالله. بصوا غروب الشمس عامل ازاي يا جماعه، بصوا غروب الشمس. فابتدى الليل يخش اهو، لا قوه الا بالله. الماء ابتدت تبقى هاديه، وطبعا الناس اللي غاويه صيد فاهمه ان كل ما الجو بيهدى كده والليل بيبتدي يخش بيكون ده ميعاد يعني حضور السمك. طبعا هو السمك موجود في اي وقت، بس يعني انا اقصد بيبقى في اوقات كده معينه لما الدنيا بتهدى خالص السمك بيبتدي يخش معاك. والله المستعان. انا بس رجعت لكم كده بس ايه اوريكم نبذه، والله المستعان. طبعا يا جماعه الناس اللي غاويه صيد مش شرط خالص انك لازم تجيب سمك، هي القصه كلها في المتعه نفسها، انك بتفك عن نفسك. ولما بتلاقي قاعده جميل زي كده دي لوحدها تسوى كنوز يعني. فانا النهارده بس حبيت اشارككم اليوم بتاع البسيط دوت. وبصوا يا جماعه المنظر عامل ازاي، لا قوه الا بالله. بصوا غروب الشمس يا جماعه، بصوا غروب الشمس، منظر ولا اروع يعني. فلا قوه الا بالله كده. انا ايه حبيت اشارككم الرحله بتاعتي الجميله دي. كل حد عنده هوايه ينميها والله ويحاول. ربنا يشفي كل مريض يا جماعه، دعواتكم كده للناس كلها والله المستعان. احنا لغايه دلوقتي لسه اهو ده الغله او القمح بتاع العصافير اللي احنا بنستخدمه اهو. ده بيتنقع برضك نفس القصه كده، ودي عدتنا وحاجاتنا تمام. وتجيب بقى معاك ميتك واكلك وشربك، ده عيش برضك بناكل بيه السمك تمام يا جماعه. فالله المستعان احنا لسه ربنا ما يسرش الامور لسه، بس حتى لو لسه النهارده ما خدناش اي حاجه ما فيش اي مشكله يعني. ربنا رزقنا اهو يا جماعه بسمكه بولتي ما شاء الله، حجم لا قوه الا بالله. طبعا بصوا ادي الطعم اهو القمح. بصوا حجم السمكه لا قوه الا بالله. بصوا حجم السمكه يا جماعه لا قوه الا بالله. بصوا حجم السمكه لا قوه الا بالله. دي طبعا جايه كده لطش، جايه من معدتها طبعا. والله المستعان كده ان شاء الله. دعواتكم بالتوفيق، وهي دي اللحظه الممتعه بقى اللي كل هوا بيستناها. وان شاء الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مصطفى ان شاء الله في حلقه جديده في قناتكم يوميات غاوي بادجي. بس النهارده بقى احنا طالعين كده، انا يا جماعه من هواة الصيد وبحب الصيد جدا جدا جدا. فالنهارده بقى ايه خدت حاجتي وعدتي وسنارتي وصورتي وادي الغمازه في الميه وقاعدين نتسلى. بصوا الجو جميل ازاي، المنظر حلو ازاي. بصوا بقى المنظر حلو جميل ازاي، قوة الا بالله. فالنهارده بقى طالعين كده نتسلى والله المستعان يعني. قلنا كده ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا. حبيت اشارككم اللحظه الجميله دي يا جماعه. من اجمل برضك الهوايات وامتع الهوايات هوايات صيد السمك، بتطلع الطاقه وبتطلع اي شحنه سلبيه. اتمنى لكل حد هاوي
رياضه صيد الاسماك. يعني الوقت ده ابتدى، يعني ما شاء الله ابتدت الدنيا تتظبط يعني، فالله المستعان ادعوا لنا بالتوفيق. حبيت اشارك كل اللحظات الجميله دي وارجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.